بايوديرما بيجمنت بايو فومين كريم، اللي مش بس غسول عادي، لأ، ده ممكن تستفيدي منه أكتر وتستغني عن منتجات تانية كتير ويبقى هو الأساسي عندك، وكمان هيخلصك من البقع والغمقان. في روتينك الأسبوعي العادي ده لو رايقة طبعا، بتستخدمي الأول الغسول وبعدين بتحطي الماسك، وبتكرري الموضوع بالنسبة لجسمك، بتستخدمي الغسول وبعدين تحطي كريم تفتيح. بيجمنت بايو فومين كريم بقى هيوفر عليكي كل الوقت والمنتجات والفلوس دي، وفي نفس الوقت هيحللك مشاكل البقع والغمقان. فانتي ممكن تستخدميه زي ما بتستخدمي أي غسول، وده بيكون مرتين في اليوم الصبح وبالليل. بتدلكيه على وشك المبلول لحد ما يعمل رغوة، وبعدين تشطفيه كويس بالمية. وبالنسبة بقى للروتين الأسبوعي، فانتي بتحطي منه كمية مش كتير على وشك وتسيبي شوية لمدة 5 دقايق كده، وبعدين تشطفيه بالمية. الغسول بيفتح البشرة وبيقلل البقع الغامقة، وآمن جدا على البشرة الحساسة، فهو فيه مواد بتقلل إنتاج الميلانين اللي هو المسؤول عن غمقان البشرة والبقع، وكمان في حمض الستريك اللي بيقشر البشرة بلطف. وعشان التقشير يكمل ويكون فعال أكتر كمان، فالغسول فيه حبيبات صغيرة جدا بتشيل الجلد الميت وتنعم البشرة. ده غير كمان الفيتامينات اللي بترطب البشرة وتنورها، يعني ينضف البشرة وقشرها ورطبها في خطوة واحدة بس. حجمه 200 مللي، وده هيكفي معاكي شهر أو شهرين حسب استخدامك. بس برضه لازم أقولك على عيوبه عشان تاخدي بالك منها قبل ما تشتريه. فهو مش رخيص، ممكن يكون أغلى من أي غسول تاني، بس برضه هو مش غسول بس، وكمان هو مش هيديكي نتائج فورية، وممكن تحتاجي تستخدميه لفترة طويلة قبل ما تشوفي الفرق. وهو كويس وفعال وكل حاجة، بس برضه مش سحر، ومش هيقدر لوحده يحل كل مشاكل الغمقان والبقع، وهتحتاجي تستخدمي معاه منتجات تانية أهمهم السان سكرين. لو بقى عايزة تكملي روتين تفتيح جسمك، فشوفي الفيديو ده عن كريم ACM لتفتيح المناطق الحساسة بسرعة وبأمان. وأشوفك في فيديو جديد قريب.